بعد ما أهلي سافروا بدأت الحاجات الغريبة تحصل. بالليل وأنا في أوضتي وقافل على نفسي بحاول أنام، بس مش عارف، دماغي عمالة تفكر إني بقيت لوحدي. هعمل إيه لو حصلت حاجة مرعبة تاني؟ كنت غرقان في أفكاري وسمعت صوت السلم الخشب اللي بيطلع على أوضتي كأن حد نازل طالع عليه. أنا الدم اتجمد في عروقي، الوقت متأخر وأكيد الغفير نايم وقافل الأبواب. طب إيه الصوت ده؟ ومين اللي بره؟ طبعا ما جاليش الجرأة أخرج أشوف مين. دخلت تحت الغطا وحاولت أنام وسبت النور مفتوح، بس بعد شوية سمعت صوت أطباق وكأن حد بياكل وناس بتتكلم كلام ما فهمتوش وأصوات شوك ومعالق. أنا كنت هموت من الرعب. معقول الغفير دخل ياكل بالليل؟ ما هو معاه كل المفاتيح، بس ده مستحيل، هو ما بيكونش صاحي دلوقتي. ما بقتش عارف أعمل إيه. أنا قافل على نفسي بالمفتاح ومش هخرج أشوف فيه إيه مهما حصل. الصبح هبقى أسأل الغفير. شوية والأصوات سكتت وبدأت أروح في النوم، بس ما عداش 10 دقايق تقريبا من نومي ولقيت كأن حد بيهزني بعنف علشان أصحى. فتحت عيني وأنا بين النوم والصحيان وأنا شامم ريحة وحشة جدا، وفجأة فقت وانتبهت إن لوحدي. أمال مين اللي هزني جامد كده؟ أنا مرعوب. إيه اللي بيحصل ده؟ الله يسامحك يا بابا، كان لازم تسيبني لوحدي في البيت الغريب ده. المهم فضلت صاحي للصبح وأنا خايف ومرعوب لحد ما لقيت الباب بيخبط. نطيت من مكاني وأنا خايف أشوف مين بيخبط، بس اطمنت لما سمعت صوت أم محمد مرات البواب بتنده عليا علشان أصحى أفطر. في نفس اليوم نوح صاحبي جالي قعد معايا، قعدنا شوية نتكلم وبعدين استأذنت وأدخل الحمام. دخلت وقفلت الباب ورايا، ولما خلصت وجيت أخرج الباب مرضيش يفتح، ولقيت الترباس الداخلي بيتقفل قدامي لوحده من غير ما ألمسه، وسمعت صوت ضحكة مرعبة. أنا عقلي طار وفضلت أخبط على الباب وانده على نوح، بس محدش سمعني لحد ما الترباس اتفتح تاني لوحده. فتحت الباب وطلعت أجري. دخلت الأوضة على نوح بقول له حرام عليك، أنت مش سامعني عمال انده عليك؟ قال لي إنه ما سمعش حاجة. أنا ما رضيتش أحكي له حاجة علشان ما يخافش ويمشي ويسيبني لوحدي، وعديت الموضوع وقعدنا نلعب بلاي ستيشن مع بعض لحد ما اندمجنا ونسيت الموضوع. بس بعد شوية سمعنا باب الأوضة بيفتح، بصيت ناحيته افتكرت أم محمد مرات البواب جاية تشوفنا عايزين حاجة، بس ما كانش في حد. نوح قال لي ده الهوا حرك الباب، وكملنا لحد ما خدت بالي إن نوح مش مركز في اللعب وبيبص على الباب وهو مرعوب. بصيت على الباب شفت حاجة رهيبة وقلبي كان هيقف. كان في دماغ كان اسود ومرعب عينيه حمراء بيبص علينا من فتحة الباب.